والله احنا ما شفناهمش هذوما يتكلموا وقت سي نور الدين البحيري عزل 87 قاضي ونكل بالقضاة وهتك اعراضهم وخرجهم على البطاله وظلمهم وبكى الرجال. ما شفناهمش يتكلموا، ما شفناهمش يندوا. انا عندي فكره على الندوه الصحفيه، وسمعت حتى الاستاذ كمال بن مسعود كيفاش قال انه احلك الفترات القضائيه هي الفتره هذه، وخاصه معناتها مقارنه بالفتره الظلم في واستعمال القضاء والقضاء الغير مستقل ومرحله كيفاش قال هو ممكن المرحله السوداء او في عهد بورقيبه وفي عهد بن علي، وتناسوا كلهم مرحله العبث بالقضاء في فتره نور الدين البحيري وحركه النهضه، وتناسوا التلاعب والضغط على القضاة فيما يسمى بمكافحة الفساد والحرب على الفساد أيام يوسف الشهاد. هل أنه وقتها كانت الحياة وردية؟ ما هو كانوا فما زاد قضاة وقع التنكيل بهم ووقع عزلهم ووقع ظلمهم ووقعت هرسلتهم ووقع تهديد 320 قاضي بالعزل بجرة قلم من عند نور الدين البحيري. هذوما ما شافوهوش. اليوم القضاء يقوم بمهامه باستقلاليه وبمسؤوليه. يقولوا انه 57 قاضي وقع عزلهم، انا ما عنديش اطلاع على ملفاتهم، لكن القضاة زاد ما همش انبياء، ما همش معصومين من الاخطاء. راهو ثم الصالح وثم الطالح في كل بلاصه وفي كل مهنه، كما ثم العديد والاغلبيه من القضاة الشرفاء اللي مارسوا في مهامهم بكل احتراء وبمسؤوليه وبتطبيق لمنظومه العداله، ثم زاد قضاة في الزير اللي دمروا البلاد ودمروا منظومه العداله. يعني اللي قالوا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اللي قال إنه القضاء التونسي مطوع ومجوع ومركع من طرف السلطة التنفيذية، أنت تشوف إنه اليوم هذا مبالغة وكلام هكاك جزافا؟ هذه نعتبره مبالغة ونعتبره خدمة لمصالح أطراف سياسية أخرى.